السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة مليانة أسرار ومعلومات ممتعة. معاكم رجب الأسمراني، والنهاردة هنغوص سوا في عالم واحد من أخطر وأقدم المخلوقات على كوكبنا، عالم سمكة القرش، المخلوق اللي الناس كلها بتخاف منه، ورغم كده ما يعرفوش عنه غير جزء صغير جدا من الحقيقة. في الفيديو ده هنتعرف على أسرار عمرك ما سمعتها قبل كده، وهنكشف حاجات غريبة ومذهلة عن القروش وأنواعها وحياتها وقدراتها، وهتعرف ليه القروش مش مجرد وحوش زي ما الأفلام بتقول. وقبل ما نبدأ بفكركم تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من المحتوى الممتع اللي بنقدمه. يلا بينا نبدأ الرحلة ونشوف إيه اللي مخلي سمكة القرش مخلوق مختلف عن أي كائن تاني في البحر. سمكة القرش دايماً كانت مصدر خوف ورهبة عند البشر، ويمكن بسبب الأفلام والقصص اللي سمعناها عنها. لكن الحقيقة إن القروش ليها عالم تاني مختلف تماماً عن اللي بنسمعه. لما تيجي تبص على القرش هتلاقيه مخلوق اتصمم بدقة عجيبة، جسم انسيابي، عضلات قوية، حواس خارقة، وتاريخ في البحار أقدم بكتير من وجود الإنسان نفسه. العلماء بيقولوا إن القروش موجودة بقالها أكتر من 400 مليون سنة، يعني قبل الديناصورات بوقت طويل. تخيل بقى إن مخلوق قدر يعيش كل العمر ده من غير ما ينقرض. ده معناه إنه مخلوق مش طبيعي، وقدر يتكيف مع البحر وتحولاته وأعماقه المتغيرة بشكل مرعب. ومن أول ما تغوص كاميرا تحت المية وتلاقي القرش، بتلاقي حاجة مهيبة، هدوء غريب، حركة بطيئة محسوبة، دقة في كل التفصيلة، وكأنك قدام آلة مصنوعة للقتل. لكن اللي الناس ما تعرفوش إن القرش مش مجرد وحش هجومي وخلاص، ده مخلوق ذكي جدا وعنده طرق خاصة في الصيد والمتابعة والاختفاء قبل ما يهجم. وأكتر حاجة تميز القرش إنه ما يعتمدش على العينين زي الحيوانات التانية، لأنه دايما في المية اللي ساعات بتكون مظلمة جدا، ولهذا اتطور عنده حساسات كهربائية صغيرة في منطقة تسمى أمبولات لورنزيني، ودي خلايا حساسة لأي نبض كهربي يطلع من جسم أي كائن قدامه. يعني حتى لو مستخبي في طين البحر، القرش يقدر يحس بيه كأنه شايفه بالظبط. وكل ده جزء من سر بقاء القرش ملايين السنين من غير ما حد يقدر يخليه ينقرض. وبداية رحلتنا النهاردة هتكشف حقائق تانية أغرب وأخطر عن القروش. من أكتر الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عن سمكة القرش هي إنه كائن ما يقدرش يتنفس زينا ولا حتى زي باقي السمك. أغلب أنواع القروش لازم تفضل ماشية في البحر طول الوقت علشان المية تدخل على خياشيمها وتديها الأكسجين اللي محتاجاه، وده معناه إن القروش لو وقفت عن السباحة تموت حرفياً. وده سبب إن القرش ما بينامش النوم اللي نعرفه إحنا البشر، لكنه يدخل في حالة غريبة اسمها النوم النصفي. نص المخ يكون مرتاح والنص التاني صاحي، يشوف، يتحرك، يوازن نفسه ويتنفس. وفي نوع تاني من القروش اسمه قرش النمر وقرش المطرقة وقرش الشعاب، بيعرف يقعد ساكن في قاع البحر، بس لازم مياه تمر على الخياشيم بشكل ثابت. وفي بحيرات معينة بيعملوا ده عن طريق طيارات البحر الطبيعية. عناية لو الطيارات هديت، القروش دي تضطر تتحرك غصب عنها، وده يوريك قد إيه حياتها مربوطة بحركة البحر كلها. والأغرب إن القروش ما عندهاش جفون، يعني ما تقدرش تقفل عينها ولا لحظة، وده يخلي شكلها دايما مخيف، لأنها طول الوقت قاعدة تبص ومفتحة. لكن الحقيقة إن العين بتلف لجوه وقت الهجوم علشان تحمي نفسها من الاحتكاك. وهنا يبان لنا قد إيه القرش مخلوق معقد ومش بسيط زي ما الناس فاكرة. والسر الحقيقي ورا التنفس ده إن القروش اتطورت بطريقة تخلي جسمها كله مرتبط بسرعة الحركة وقوة السباحة، وده اللي يخلي هجومه فجأة ومفاجئ لدرجة إن الفريسة ما تلحقش تشوف اللي حصل. لو حد سألك مين أكتر كائن عنده حواس قوية، هتفتكر الأسد أو النسر أو التمساح،
لكن الحقيقة إن ولا واحد فيهم يقرب من قدرات سمكة القرش. القرش يشم نقطة دم واحدة في ملايين اللترات من المية، مش بسبب إنه بيشم زي البشر، لكن لأن أنفه مليان قنوات دقيقة تقدر تلتقط الروايح على مسافات خرافية. غير كده عنده سمع قوي جدا، يقدر يسمع اهتزازات من بعيد ويوصل لمكان الصوت كأنه متوصل بجهاز تحديد موقع. والأغرب هو قدرته على الإحساس بالنبضات الكهربائية من أي كائن حي، وده معناها إنك لو نزلت البحر وما بتتحركش، القرش يقدر يحس بوجودك من نبض قلبك نفسه. وعشان كده القروش في الصيد تعتمد على الدماغ أكتر من العين، لأنها أحياناً تصطاد في الظلام الدامس وما تحتاجش تشوف أصلاً. فحركة واحدة تكون الفريسة اتخطفت، وساعات ما تلحقش حتى تلاحظ اللي حصل. العلماء درسوا القروش ولقوا إن جلدها نفسه فيه مستقبلات حسية تقدر تحس بأقل موجة تمر في البحر. كل دي قدرات تدي القرش قوة رهيبة في البحر وتخليه ملك الأعماق الحقيقي اللي محدش يقدر ينافسه. في العالم أكتر من 500 نوع من القروش، وكل نوع ليه شكل وسلوك وطريقة صيد وبيئة مختلفة. في قرش الحوت الضخم اللي يوصل طوله ل20 متر، ومع ذلك هو مسالم جدا وياكل العوالق الصغيرة. وفي قرش المطرقة الغريب اللي راسه مرسومة بشكل يخليه يشوف من زوايا مختلفة عن أي كائن. وفي القرش الأبيض الكبير، أشهر قرش في العالم بسبب هجماته وقوته وسرعته الرهيبة، ويقدر يجري بسرعة توصل ل50 كيلو في الساعة تحت المية، وده رقم ما هو بسيط. وفي كمان قرش الطور اللي يعتبر أخطر قرش على الإنسان، لأنه يقدر يعيش في البحر والمياه العذبة ويدخل أنهار زي نهر الميسيسيبي. أما قرش النمر فهو الأكثر عدوانية، لأنه ياكل أي حاجة يشوفها، لدرجة إنه وجد في بطنه موبايلات وسلاحف ورصاص وكل حاجة تتخيلها. لكنها مش قروش شريرة زي ما الناس فاكرة. القروش ما تهجمش على الإنسان إلا نادر جدا، وغالبا بالغلط، لأنها تفكر الغطاس أو السباح فريسة زي أسد البحر. وده يوضح إن القروش مش وحوش بتدور على البشر، بالعكس البحر عالمهم وإحنا اللي دخلنا فيه. رغم إن الناس تخاف من سمكة القرش، لكنها في الحقيقة واحدة من أهم الكائنات اللي تحافظ على توازن البحر، لأن القروش تصطاد الكائنات الضعيفة أو المريضة، وده يمنع انتشار الأمراض ويحافظ على صحة النظام البيئي كله. ولو اختفت القروش يحصل خلل مرعب في البحر، الأسماك الضعيفة تزيد، الأعشاب تنقص، السلسلة الغذائية تنهار، والبحار نفسها تتغير بشكل كارثي. وده مش كلام خيال، ده حصل فعلا في مناطق قلت فيها أعداد القروش، وظهر فرق كبير في توازن الحياة تحت البحر. عشان كده حماية القروش مش رفاهية بل ضرورة. ولو عرف الإنسان الحقيقة دي، هيبدأ يشوف القرش بشكل مختلف، مش مجرد وحش بيهجم، لكن مخلوق ليه دور مهم في العالم اللي تحت المية. وفهمنا للقروش يخلي البحر مكان أأمن وأجمل وأغنى بالحياة. وعلشان كده لازم دايما نفتكر إن القروش جزء من تاريخ الكوكب ومستقبل البحار، ويتعلم الإنسان إنه يحافظ على اللي حواليه بدل ما يفهمه غلط. وفي النهاية، لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان تشوف كل المواضيع الممتعة اللي بنقدمها، وخلي رأيك في التعليقات وقول لنا حابب نتكلم عن إيه في الفيديو الجاي. وجودك ودعمك هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم الأفضل دايما. وفي النهاية، إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة على قناتنا. وإلى اللقاء في فيديو آخر.